وصفة رمضانية بامتياز. جبت لكم تخونش بذوق القهوة والشوكولا، يجي بزاف بنين، تجي باردة ومنعشة، توجد في وقفة وطريقة بزاف سهلة، مقاديرها جد اقتصادية. نتمنى انكم تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. ديروا حفظ الله فيديو راح تحتاج. انا بالنسبة لي قنبلة في البنة. نروح لكيفية التحضير. اول حاجه في الغيسيبيون ديالي درت ربع حبات نتاع البيض، كاس وربع نتاع السكر العادي، قرصه تاع الملح، ومغرف كبيره نتاع لافاني. نخلطو جيدا بالباتور ولا بالفوي. زدت عليهم زوج كيسان تاع الفرينه اللي لازم نغربلوهم، ونص كاس نتاع الكاكاو يكون نوعيه جيده، نص مغرف كبيره نتاع بيكربونات، ونص مغرف كبيره نتاع خميره تاع الحلوى. كيما راكم تشوفوا غربلتهم كامل، والمقادير راح تلقاهم كامل مكتوبين تحت لا فيديو. خلت بالباتور حطيتهم جانبا. في كاسرونه درت كاس غير ربع نتاع الماء وكاس غير ربع نتاع الزيت، درتهم حتى يغلو، ومن بعد نجيبهم نفرخهم مباشره وهما سخونين على الخليط الاول. نخلط جيدا عفوا كما راكم تشوفوا. وجبت سنويه ديالي فرغت عليها داك الخليط اللي درت عليها بابي كويسون. السنويه ديالي الحجم تاعها 40 على 30. ندير هذوك الخطوط باش طيب لنا مساويه، والفرن مسخن مسبقا على 180 درجه كما راكم تشوفوا. خرجتها من الفور حتى بردت لي باش قلبتها كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نزيد نعاود نقلبها ونقسمها على 2. دونك نحطها اكوتي تبرد مليح، وراح نخدموا طبقه تاع كريم شونتي اللي درت عليها زوج كيسان نتاع كريم شونتي، كاس تاع قهوه اللي لازم يكون بارد، ونص كاس تاع حليب اللي لازم يكون بارد. نطلعوه بالباتور جيدا كما راكم تشوفوا هنايا. وراح نجيب الطبقه الاولى، يعني القطعه الاولى اللي كنت قسمتها، ندير عليها لا كريم شونتي، يعني طبقه تكون مليحه تجي شويه يعني العرض تاعها مليح، ونليسيها عفوا كما راكم تشوفوا. نزيد الطبقه الثانيه تاع لاجينواز تاعنا، ونزيد عليها لا كريم شونتي من الفوق كما راكم تشوفوا. نحطها في المجمد مده ساعه يعني حتى تشلي روحها مليح. ونروح نديروا الطبقه الاخيره اللي درت نص كاس تاع حليب، 3 مغارف كبار نتاع كريم شونتي، 3 مغارف كبار نتاع الزيت، ونحطها في النار حتى تتقلى لي مليح. نعاود نجيبها ونحط عليها حوالي 120 غرام تاع الشوكولا، نذوبها هكذا وهي سخونه كما راكم تشوفوا. خلوها تبرد، ومن بعد نروحوا نجيبوا هذاك الكيك تاعنا نفرغ عليه الشوكولا من الفوق، ونعاود نرجعها للمجمد حوالي 3 سوايع حتى 4 سوايع. ومن بعد نجيبها ونقطعوها بهذا الشكل، نسووها كما راكم تشوفوا. وكتزيين اختياري راح نسكرفد الشوكولا يعني نتوما تقدروا تكتفوا بهذا الشيء. المهم نسووها كامل، وراح نسكرفج لها من فوق الشوكولا كما راكم تشوفوا، تزيين اختياري. ومن الفوق يعني لازم نقطعوها. اولا انا قطعتها بالموس، الموس اللي لازم كل ما تقطعوا جهه ديروه في المسخون، تقطعوا ديروه في المسخون. دونك هذه هي النتيجه، جات بزاف شابه. تقطعوها، انا نديرو في المسخون ونعاود نقطع، ندير في المسخون نعاود نقطع باش ما تلصق لكمش الموس مع الباتيسري تاعنا.